شباب تالتة اعدادي، اهلا بيكم في حصة جديدة وهي الاخيرة في يونت 2 في الالجبرا. ابسط وافرح، خلاص اخر حصة في يونت 2 في الايه في الالجبرا. قبل ما اخش على الحصة دايما متعودين ان انا بديك شوية سكيلز، شوية مهارات عشان تبقى في دماغك والحصة بتاعتك تبقى ماشية كويس. من غير السكيلز دي هتلاقي الدنيا عندك فيها مشكلة. السكيل المرة دي اسمها بديهيات الفراكشنز. ايه هي يا مستر؟ هعلمك سكيل وبعد كده ناخد البارت الاولاني من الحصه معتمد على السكيل، وكده تاخد بريك وكده تجيلي على البارت التاني من الحصه ناخد بديهيات فراكشنز برضو، خش على البارت التاني من الحصه وتبقى الحصه خلصت. ماشي؟ يبقى الحصه مقسمه كام جزء؟ 2، بديهيات وجزء وبديهيات وجزء. طيب ركز معايا يا دكتوره محترم في الكلام الجاي ده عشان خاطر غايه في الاهميه. لو عندي تو فراكشنز بينهم بلس او ماينس، لو عندي تو فراكشنز بينهم بلس او ماينس واللي تحت زي اللي تحت، اكتبوا مره واحده. تاني، لو عندي تو فراكشنز بينهم بلس او ماينس واللي تحت زي اللي تحت، اكتبوا مره واحده اهو. طب ونعمل ايه في اللي فوق يا مستر؟ نعمل بلس، يبقى 1 بلس 3 اللي كان 4. تاني، لو عندي تو فراكشنز، عندي تو فراكشنز كده واللي تحت زي اللي تحت، اكتبه مره واحده. واعمل ايه اللي فوق؟ بلس او ماينس 2 ماينس 1 اللي هي كام؟ 1. تاني يلا بينا. لو عندي تو فراكشنز بينهم بلس او ماينس واللي تحت زي اللي تحت، اكتبه مره واحده. واعمل ايه اللي فوق؟ بلس 2 زائد 3 5. شكرا. في مشكله؟ لا مفيش مشكله. طيب يا مستر الموضوع يجي كده. طب بقول لك ايه، تعالى ناخد واحده بالرموز نشوف. لو عندي 1 على اكس بلس 3 على اكس، لو عندي تو فراكشنز بينهم بلس او ماينس واللي تحت زي اللي تحت، اكتبه مره واحده. ها، واعمل ايه اللي فوق؟ بلس 1 بلس 3 ها 4. شكرا، مع السلامه، خلصت يا مستر كده. خلاص. يبقى لو عندي تو فراكشنز بينهم بلس او ماينس واللي تحت زي اللي تحت، اكتبه مره واحده. واعمل ايه اللي فوق؟ بلس او ماينس. طب مستر لو اللي تحت مش زي اللي تحت، هرد عليك. ناخد واحده كده. لو عندي 1 over 3 بلس 2 over 5، لو عندي تو فراكشن بينهم بلس او ماينس واللي تحت مش زي اللي تحت، بعمل 3 خطوات. بعمل كام خطوه؟ 3 خطوات. بضرب اللي تحت في اللي تحت، وبعد كده بعمل سيزور مقص، بعمل ده في ده، وبعد كده اعمل ده في ده 3 في 2. بعد كده باخد الاشاره اللي في النص اللي هي الايه؟ بلس. تاني يا مستر. حاضر. لو عندي تو فراكشنز بينهم بلس او ماينس واللي تحت مش زي اللي تحت، بعملها في كام خطوه؟ 3 خطوات. بضرب اللي تحت في اللي تحت واعمل سيزور مقص، ده في ده، بعد كده ده في ده، بعد كده في النص ايه؟ بلس، حطها بلس. طب لو في النص ماينس، حطها ايه؟ ماينس. كاني بعمل كده كلمه لا. في ناس بتحب تقولها كده. تمام؟ تاني يا مستر. لو عندي 1 على 4 ناقص 3 على الاتنين، اللي تحت مش زي اللي تحت، اعمل كام خطوه يا مستر؟ 3 خطوات. اضرب اللي تحت في اللي تحت اول خطوه واعمل سيزور. ده الاول 1 في 2 و4 في 3، وحط في النص ايه يا باشمهندس يا محترم؟ ماينس. شكرا، مع السلامه. مستر طب هي المساله تيجي كده؟ اكيد لا. يا بلاش هبل، مش تيجي كده. ما تيجي ازاي؟ مالكش دعوه، اتعلم دي بس. طب تاني، لو عندي 1 على اكس بلس واي على اي حاجه 3، هل اللي تحت زي اللي تحت؟ لا. نعمل كام خطوه؟ 3. هضرب اللي تحت في اللي تحت يبقى 3 اكس، واعمل سيزور، ده في ده 1 في 3، ده في ده اكس في واي، في النص فيه ايه؟ بلس، حط ايه؟ بلس. شكرا، مع السلامه، خلصت. دي البديهيات اللي عايزك تتعلمها. صعبه؟ لا. يبقى لو عندي تو فراكشن بينهم بلس او ماينس واللي تحت زي اللي تحت، اكتبه مره واحده. بعمل ايه اللي فوق؟ بلس او ماينس. طب لو اللي تحت مش زي اللي تحت، بعمل 3 خطوات. اضرب اللي تحت في اللي تحت، بعد كده اعمل ايه؟ سيزور، ده في ده وده في ده، وخد الاشاره اللي ايه؟ اللي في النص. لازم الترتيب، ده في ده وده بعد كده ده في ده. مستر ايوه الدرس بيقول ايه؟ ما بيقولش حاجه، بيقول اللي انا قلته ده. شايف البديهيات دي؟ هو ايه بيقول؟ تعال ناخد اكزامبل كده. سيبك من الالوان، ده عنوان غلط.
ركز. اكزامبل 1 بيقول لي ايه؟ لو سمحت حط دي في السمبلست فورم وهات لي الدومين. عايز دي في السمبلست فورم ونجيب له الدومين. مستر دي جزئيتين هات دومين ده لوحده وهات دومين ده لوحده وهات كومن دومين. مستر انا عارف الكومن دومين، جامد برافو. هات الدومين ده لوحده وهات الدومين ده لوحده وبعد كده هات ايه؟ كومن دومين. طب ازاي يا مستر اجيب الدومين بتاع ده لوحده؟ لا بلاش هبل، همسك اللي تحت اسويه بكام؟ بزيرو. ادي اكس بار 2 بلس 4 اكس بلس 3 ايكوال 0. تخش على الآلة، الاكس بتاعتي هتطلع نيجاتيف 3 والاكس بتاعتي هتطلع نيجاتيف 1. يبقى الدومين هنا ار اكسبتا نيجاتيف 3 وايه؟ نيجاتيف 1. امسك الجزئيه الثانيه دخلها على الآلة، ساوي اللي تحت بزيرو. اكس بار 2 ماينس 4 اكس ماينس 5 ايكوال 0. الآلة هتطلع لي ثانيه واحده كده، الآلة هتطلع الخمسه بالبوزيتيف وهتطلع الاكس بالايه؟ بنيجاتيف 1 كده. الآلة هتطلع كده، فتقوم انت عامل ايه؟ ار اكسبت 5 ونيجاتيف 1. في مشكله؟ لا مفيش مشكله. طب تعرف تجيب لي الكومن دومين؟ اعرف جدا، يلا بينا. يبقى ار اكسبت كل الارقام من غير تكرار، نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1 و5 لا خالص ما بكررش. كده جبت الدومين، اول خطوه خلصت. يا مستر ده شغل قديم. قديم، كانهم مسالتين وعاوز الكومن دومين. دي اول خطوه خلصت. صعبه؟ لا اكتب دي عندك عشان همسحها. يبقى الكومن دومين خلاص خلصناه من الحصه اللي فاتت. طب مستر ايه يعني الجديد في الحصه دي؟ صدقني مفيش جديد، اسمع بس. هنا اعمل فاكتورايزيشن لدي لوحدها ولدي لوحدها. صعبه مستر؟ ما الحصه فوق كنا بنعمل كده. عادي. يلا هعمل فاكتورايزيشن للي فوق. في ارقام تتسحب؟ لا. في اكسات تتسحب كومن فاكتور. يا مستر الاكس تتسحب يتبقى اكس بلس 3. لما سحبت الاكس كل اكس هتخس 1 يتبقى اكس بلس 3. دي لما اجي اعمل لها فاكتورايزيشن على الاقل هتطلع نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1. انت تعملها في براكت ازاي؟ اكس بلس 3 بدل نيجاتيف 3 واكس بلس 1. خلصنا فاكتورايزيشن هنا؟ يلا بينا. هنا فوق في حاجه تتعمل؟ لا بصراحه لا. اكس ماينس 5 تفضل زي ما هي. طيب لما تيجي تكتب دي على الآلة هتطلع لك بوزيتيف 5 تكتبها انت ايه؟ نيجاتيف 5. الآلة هتطلع لي نيجاتيف 1 تكتبها انت ايه؟ بوزيتيف 1. في حاجات ممكن نشطبها يا مستر. يلا اكس بلس 3 على اكس بلس 3 خلصت، مع السلامه. يلا اتبقى لي مين فوق؟ اكسايه على مين تحت؟ اكس بلس 1 زائد بالسلامه اكس ماينس 5 تطير مع اكس ماينس 5. ما سيبناش حاجه فوق نسيب فاضي، سيب 1. تحت نكتب مين؟ اكس بلس 1. مستر لو عندي 2 فراكشنز بينهم بلس او ماينس واللي تحت زي اللي تحت اكتبه مره واحده. اللي تحت زي اللي تحت اكتبه مره واحده. اعمل ايه اللي فوق؟ اكس بلس 1 بالسلامه اكس بلس 1 تطير مع اكس بلس 1 مش بزيرو. الزيرو ده اللي هجيبه لو ما ذاكرتش. اي حاجه على نفسها ب 1. 5 على 5 ب 1. 6 على 6 ب 1. اكس بلس 1 على اكس بلس 1 ب 1. يعني المساله الغريبه العجيبه المريبه دي طلعت في الاخر بكام؟ ب 1. مستر انا يعني فهمت، بس حاسس ان انا محتاج اجمع المعلومات اكتر. نعيدها مره كمان بسرعه. اول خطوه المستر عملها جاب الايه؟ جاب الدومين. بس يا مستر دول مسالتين. يا عم مساله واحده. هات الدومين بتاع ده لوحده وهات الدومين بتاع ده لوحده وبعد كده روح هات الايه؟ كومن دومين. رحت جايب الكومن دومين، اول خطوه خلصت. وبعد كده اعتبرت دي مساله ودي مساله. عملت فاكتورايزيشن لده لوحده وفاكتورايزيشن لده لوحده. لما عملت فاكتورايزيشن لده لوحده يا صاحبي طلعت في الاخر اكس على اكس بلس 1. طلعت كده عادي. هنا بلس بعد ما شطبت وخلصت طلعت 1 على اكس بلس 1. المستر قال لي لو عندي 2 فراكشنز بينهم بلس او ماينس واللي تحت زي اللي تحت اكتبه مره واحده. يلا نكتبه مره ايه؟ واحده. ونعمل ايه اللي فوق؟ بلس اكس بلس 1. ادي اكس بلس 1 بالسلامه اكس بلس 1 تروح مع اكس بلس 1. اي حاجه على نفسها ب 1. شكرا، المساله خلصت. يجي لك في الامتحان يقول لك دي find in the simplest forms and find the domain. تجيب الكومن دومين بتاع دي ودي والسيمبلست فورم ب 1. خلاص. ايه مستر ده الشغل بتاع النهارده معتمد على الحصه اللي فاتت واللي قبلها؟ هو اليونت كله بيتكلم عن نفس الفكره. جميل وسهل جدا. نخش على السؤال الثاني. جميل برضه.
يلا بينا. مستر اول حاجه طلب مني الدومين، هات الدومين بسرعه. هجيب الدومين بتاع ده لوحده والدومين بتاع ده لوحده. عشان اجيب الدومين بتاع ده يساوي اللي تحت بزيرو، يبقى اكس بلس 2 او اكس باور 2 ماينس اكس ايكوال 0. دي تخش على الاله 1 ايكوال نيجاتيف 1 ايكوال 0 ايكوال، فالاكس بتاعتي هتطلع بصفر والاكس بتاعتي هتطلع بواحد. يبقى الدومين هنا ار اكسبت 0 وايه و1. هنا امسك دي كده سويها بزيرو، بس خلي بالك خلي بالك خلي بالك، هي المسألة دي كده مترتبة؟ لا مش مترتبة. نعمل ايه؟ رتبها. اكس سكوير بتيجي الأول، بعد كده مين؟ نيجاتيف 5 اكس، بعد كده مين؟ بوزيتيف 6 ايكوالز كام؟ 0. دي تخش على الآلة، فالآلة تطلع لك رقمين، الاكس ب2 والاكس ب3. يبقى الدومين ار اكسبت 2 و3. عايز اجيب الدومين يا مستر بتاع المسألة كلها. يا عم خد كل الأرقام من غير تكرار. يبقى ار اكسبت 0 و1 و2 و3 مش و4 لا مش هنكمل، هي 0 و1 و2 و3. طيب كده انا عملت الدومين خلاص. خلصت. تعمل ايه؟ امسح بقى كل البتاع ده كده، تك 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 تك. انا هنا عندي سؤال وجودي، هل ان احنا نمسح السبوره بايدينا ده تطور ولا عفانه؟ يعني انا مش فاهم. احنا نمسح السبوره بايدينا دي برضو يعني لو في السنتر مسحت السبوره بايدي هتقول عليا ايه؟ بس دي عشان سمارت. يلا يا فلاح يلا، دي سمارت تمسح بالايد عادي من غير ما ايدي توسخ. طيب مع احترامنا للفلاحين. طيب يلا بينا نعمل سمبليفاي للاولى وسمبليفاي للثانيه. ادي اكس ماينس 1 فوق عادي خالص. تحت ناخد مين كومن فاكتور؟ الاكس. يتبقى مين؟ لما اسحب الاكس كومن فاكتور كل اكس تخس 1. ليه؟ عشان دي اكس باور 1. اكس باور 2 هتبقى اكس ماينس، لما سحبت الاكس سيب مكانها فاضي، اوعى سيب ايه؟ 1. يلا هنا في مين؟ اكس ماينس 3 عادي خالص فوق. دخل دي على الاله بس خلي بالك بالترتيب، 1 ايكوال نيجاتيف 5 ايكوال 6 ايكوال. فالاله تطلع لي بوزيتيف 2 اكتبها انت نيجاتيف 2، الاله تطلع بوزيتيف 3 اكتبها انت ايه؟ نيجاتيف 3. بالسلامه اكس ماينس 1 تك تطير مع اكس ماينس 1 تك، ما سيبناش حاجه فوق يبقى سيبنا 1 على اكس ماينس اكس ماينس 3 تك تك تطير مع اكس ماينس 3، ما سيبناش حاجه فوق يبقى سيبنا 1. اتبقى تحت مين؟ اكس ماينس 2. المستر قالك لو عندك تو فراكشنز بينهم بلس او ماينس واللي تحت مش زي اللي تحت، بتعمل كام خطوه؟ 3 خطوات. يلا بينا يا باشمهندس. نكتبها فين دي؟ نكتبها فين؟ طب همسح دي كده ونكتبها دي. 1 على اكس ماينس 1 على اكس ماينس 2. احفظ يا مستر. 1 على اكس ماينس 1 صح كده؟ 1 على اكس ماينس 1 على اكس ماينس 2. اللي تحت مش زي اللي تحت، بعمل كام خطوه؟ 3 خطوات. اول خطوه يا مستر اضرب اللي تحت في اللي تحت، بس خلي بالك ده يتضرب في ده كله. كده اعمل سيزور، ده في ده، واحد في اي حاجه، الحاجه بتنزل زي ما هي. بعد كده اكس في واحد باكس، الاشاره اللي في النص ماينس حط ماينس. بالسلامه نيجاتيف اكس تطير مع بوزيتيف اكس، يبقى السمبلست فورم بتاعي هو نيجاتيف 2 على اكس ملتبلاي اكس ماينس 2. مفيش حاجه، اوعى تطير ال2 مع ال2 ولا ما ينفعش اطير. وفي كده ده جوه براكت وبتاعها. دي كده السمبلست فورم. خلاص خلصت. صعبه؟ لا يا مستر انا بس محتاج ابص عليها تاني. عارف هتعمل ايه؟ هترجع الفيديو وتبص عليها تاني. ماشي؟ مسائل بسيطه وحلوه. ولو سمحت حلو ان انا هنا اقول لك نصيحه بقى مهمه جدا. الاونلاين خادع. خادع في ايه؟ انك تقعد تتفرج والمستر بيحل تقول حلوه حلوه يا مستر جامد. انا مش عايزك تشجعني، انا عايزك تعمل ايه؟ تتعلم. فانت لما بتخلص فيديو الاونلاين بتفتكر انك خلاص اتعلمت. غلط. لما بتخلص الفيديو انت كده المعلومات وصلت لك، بس انت نفسك ما طبقتهاش. فهتعمل ايه بقى بعد كل مساله؟ المفروض تعمل ايه؟ تمسك المساله المستر حلها، وقف الفيديو حلها تاني. يا مستر انا هقعد اعمل كده؟ امال مين اللي هيعمل كده؟ فاوعى تفتكر انك لما تخلص، اصلا مش مسلسل، مش كتر ما تخلص كل ما خلاص تمام. لا، خلصت الفيديو او خلصت مساله اتفرجت عليها فيها ما تقوليش برافو، حلها انت وقول لنفسك برافو. فاهم؟ اوعى تقع في خدعه الاونلاين. انت يبدو ليك انك خلصت، بس انت مش هتبقى خلصت غير لو حليت بايدك. زي بالظبط اللي يخرج من الامتحان عامل اللي تشوز حادي بادي، فيقول له مستر انا حل. ايوه حلل ايه يعني؟ حل صح ولا حل تعبان؟ بس فنفس الكلام، انا خلصت الفيديو. لا، اسمهاش خلصت الفيديو، اسمها ذاكرت كل مساله
في الشرح يا مستر، وذاكرت كل مساله في الواجب يا مستر، مش اتفرجت. اللي بيتفرج على المسائل في البيت بيتفرج عليها في الامتحان. معلش النصيحه قاسيه شويه لكنها واقعيه، خد بالك خد بالك لو سمحت. سؤال رقم 3 وده رخم شويه، رخم، مش عايزك تنزعج منه، مش كل الاسئله بتيجي رخمه في الامتحان، بس ده سؤال رخم نتدرب عليه برضه. مستر اول حاجه نعمل ايه؟ هجيب الكوماند دومين، هساوي اللي تحت ده بزيرو واساوي اللي تحت ده بزيرو. ماشي يلا بينا. هنساوي ده كده بزيرو يا صاحبي، يبقى 2 x باور 2 minus 2x minus 12 equals. انا ممكن اعملها بدماغي بس انا هجيب الآلة نعملها احسن. واحد يقول لي يا مستر طب ما تقطع الفيديو ده وروح هات الآلة وبعد كده. لا مش هعمل كده، انت تحضر معايا كل الكواليس. تمام؟ ايه راحت فين الآلة؟ اهي. تحضر معايا كل الكواليس تحضر معايا كل حاجة. فوكس عندك. تمام، ركز معايا. هدخل دي على الآلة، يلا بينا. مود equation 3 2 equal نيجاتيف 2 equal نيجاتيف 12 equal. الآلة طلعت رقمين 3 ونيجاتيف 2، يبقى الدومين بتاعي ار اكسبت 3 ونيجاتيف 2. بقول لك ايه، ما تيجي بالمره نعمل فاكتورايز. لا استنى ماشي. تعالى هنا، دي مش هتخش على الآلة ولا تخش على الآلة؟ يا عم تخش على الآلة. اكتب 1، لا مش هدخلها على الآلة، هساوي اللي تحت بزيرو اهو. النيجاتيف 9 تروح بوزيتيف 9 يبقى اكس باور 2 ايكوالز 9. الباور 2 يروح بالروت يبقى اكس ايكوالز روت ال 9. وعشان خاطر ابوس ايدك بقى حط ايه؟ بوزيتيف ونيجاتيف عشان دي ايفن. باور الايفن حط بوزيتيف، يبقى اكس ايكوالز بوزيتيف ونيجاتيف 3. يبقى الدومين بتاعي ار اكسبت بوزيتيف 3 ونيجاتيف 3. خلصت؟ ما خلصتش. هات الكوماند دومين ار اكسبت كل الارقام من غير تكرار، يبقى ار اكسبت كل الارقام. ادي 3 ونيجاتيف 2 من غير تكرار. خلاص 3 كتبناها مره وايه نيجاتيف 3. شكرا مع السلامه. امسح بقى امسح. تك 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 تك. نبدا نعمل فاكتورايزيشن يا صاحبي. يلا بينا مستر، الموضوع سهل، هي مساله رخمه شويه. يلا بينا. فوق تعالى نكتب من اول السبوره هنا كده. مين نسحبه كومن فاكتور؟ ال10. لما اسحب ال10 كومن فاكتور كل ترم يتقسم على 10. لما اقسم هنا على 10 يتبقى لي اكس، لما اقسم 10 على 10 يتبقى 1. مين يتسحب كومن فاكتور؟ ال2 وال2 وال12 موجودين في جدول ضرب مين؟ 2. اقسم كل ترم على 2 يتبقى اكس باور 2 ماينس 2 اكس ماينس لا ما ايه ده هقسم كل ترم على 2، سحبنا ال2 يتبقى اكس باور 2، سحبنا ال2 يتبقى اكس، اقسم ال12 على 2 يتبقى 6. شكرا. بلس فوق دخلها على الآلة. لما تدخلها على الآلة هتطلع لك بوزيتيف 5 اكتبها انت نيجاتيف 5، والآلة هتطلع لك بوزيتيف 3، لا هتطلع لك نيجاتيف 3 اكتبها انت ايه؟ بوزيتيف 3. بالشكل ده كده. ماشي يا باشمهندس؟ ماشي يا مستر. اوكي جميله وحلوه على السؤال. يلا تحت دي اسمها ديفرنس اوف تو سكويرز. خلاص بقى كبرنا. ديفرنس اوف تو سكويرز تعمل كام براكت؟ 2 براكتس. قول معايا اكس سكوير تتفكك، اكس واكس ال9 تتفكك، 3 و3 واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. صعبه ولا اي صعبه؟ بقول لك ايه، تك تك اكس بلس 3 راحت مع اكس بلس 3 يتبقى مين هنا يا باشمهندس؟ اكس ماينس 5 على اكس ماينس 3. حد عنده اعتراض؟ سهل. تعالى هنا مستر، هي هنا ما خلصتش، دي لازم تخش على الآلة صح. تعالى ندخلها على الآلة كده. 1 equal نيجاتيف 1 equal نيجاتيف 6 equal. ثانية واحدة. 1 equal نيجاتيف 1 equal نيجاتيف 6 equal. المستر طلع له 3 هيكتبها اكس ماينس 3. دوس ايكوال تاني. المستر طلع له نيجاتيف 2 هيكتبها اكس بلس 2. في مشكلة؟ لا يا مستر مفيش أي مشكلة، الموضوع سهل وبسيط. يلا بينا نكتبها بقى. 10 على الاتنين كام؟ 5. طالما قلت 5 مش 1 على 5 يبقى ال5 تتكتب فوق. فوق في مين تاني؟ اكس ماينس 1 على اكس ماينس 3 تنزل مضروبة في مين؟ اكس بلس ايه؟ 2. صعب الكلام ده؟ في مشكلة؟ لا مفيهوش مشكلة، عادي خالص يا مستر. طيب نعمل ايه؟ متعملش أي حاجة؟ اوعى تعمل أي حاجة. عندي 2 فراكشن بينهم بلس أو ماينس، واللي تحت مش زي اللي تحت، تتعمل في كام خطوة؟ 3. هضرب اللي تحت في اللي تحت، فالاكس ماينس 3 اللي مضروبة في الاكس بلس 2 هتتضرب في مين؟ اكس ماينس 3 تاني. ماشي.
ونعمل ايه ده في ده، يبقى 5 تتضرب في x ماينس 1 تتضرب كمان في مين؟ x ماينس 3. واضرب ده في ده، ده كده كله في ده كله. يا ساتر ايه يا مستر ده؟ احنا عايزين سبوره تاني معلش. ادي x ماينس 5 تتضرب في مين؟ x ماينس 3 تتضرب في مين؟ x بلس 2. يا ساتر يا رب، معلش المسألة دي رخمة ومش كلها بتيجي كده. دي بلس اكتب هنا ايه؟ بلس. اوعى تتعقد عادي، مسألة في النص رخمة عادي مش مشكلة، لازم تبقى جامد كده. هستأذنك همسح الكلام ده كله وهخلي دي كده معايا فوق ونظبط. همسح كل ده كده. واحد يقول لي مستر انجز، هقول له جري الفيديو. يعني انا مش فاهم الاولاد دي متعرفش تتعامل مع التكنولوجيا ولا ايه. هستأذنك هكتبها تاني هنا. ادي 5 وهنا x ماينس 1 في x ماينس 3 بلس x ماينس 5 في x ماينس 3 في x بلس ايه 2. كل ده على مين؟ x ماينس 3 مضروب في x بلس 2. كانش ينفع احط مسألة كده برضه مضروبة في x ماينس 3 كمان. ماشي يا مستر. وبعدين دي السمبلست فورم. لا في اخر حاجة، بص كده فوق، مش x ماينس 3 متكررة في التو تيرمز دول اهو، ادي ترم بينهم بلس اهو وادي ترم تاني. x ماينس 3 متكررة، اسحب الاكس ماينس 3 كومن فاكتور. لما اسحب الاكس ماينس 3 كومن فاكتور افتح براكت كبير بقى، يتبقى هنا مين؟ 5 مضروبة في x ماينس 1 زائد لما سحبت الاكس ماينس 3 كومن فاكتور اتبقى لي x ماينس 5 مضروبة في x بلس 2. كل ده في براكت كبير. انزل كل ده على مين؟ x ماينس 3 صح، و x بلس 2 صح، وايه؟ x ماينس 3 كمان. بالسلامة x ماينس 3 تطير مع x ماينس 3، وده كده هيكون السمبلست فورم بتاعك. المسألة تبقى انتهت. خلصت يا مستر؟ صدقني انتهت خلاص، انتهت. معلش مسألة صعبة شوية، اتمة شوية، هستأذنك عيدها تاني لو سمحت، عيدها تاني عشان خاطري بعد اذنك. هسيبك معاها تعيدها تاني وهجيلك تاني على طول. اتمنى تكون استمتعت بالمسألة دي. تعال نخش على مسألة كمان، وخلي بالك مش كل المسائل بتيجي صعبة بالشكل ده كده. انا بس حطيت لك حاجة في النص كده عشان تبقى بتتعود كمان على الحاجات الصعبة. يلا بينا نخش على المسألة نفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس كل حاجة، مش هعمل أي حاجة جديدة. همسك اللي تحت هنا أساويه بزيرو، هيبقى إكس باور 2 ماينس 2 إكس ماينس 3 إيكوال 0 عشان أجيب الدومين. دخلها على الآلة تطلع لك رقمين R إكسبت 3 بالبوزيتيف و R إكسبت نيجاتيف 1. تعال كده نتأكد، تكتبها على الآلة. صح كده كده ماشي. 1 ايكوال نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 3 ايكوال. الآلة طلعت لي 3 ونيجاتيف 1. شكرا، ده الدومين بتاع دي. دخل دي يا صاحبي كده على الآلة يبقى ار اكسبت. يلا بينا تخش على الآلة يبقى 2 ايكوال نيجاتيف 7 ايكوال 3 ايكوال. الإجابة بتاعتك تطلع 3 و هاف نص. ماشي يا مستر؟ اوكي يلا نجيب الكومن دومين. كل الأرقام من غير تكرار. ار اكسبت 3 ونيجاتيف 1 وايه تاني؟ قول معايا كده. 3 دي تتكتب لا بعدها الهاف. ماشي يا مستر؟ امسح ده كله كده ويمسح ده برده كله. شكرا 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 شكرا. ماشي يا مستر؟ نعمل فاكتورايزيشن. الماينس تنزل زي ما هي. تعالى نشتغل على ده. هل الاكس ماينس 1 تعملها فاكتورايزيشن؟ لا. الاكس بلس 1 لا، تنزل زي ما هي. دي دخلها على الآلة هتطلع لك نيجاتيف 3 اكتبها انت. لا الآلة هتطلع لك بوزيتيف 3 اكتبها انت نيجاتيف 3. الآلة هتطلع لك بوزيتيف 1 اكتبها. لا الآلة هتطلع لك ايه اللي انا بقوله ده؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ تاني اكتبها على الآلة 1 ايكوال نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 3 ايكوال. الآلة طلعت 3 اكتبها نيجاتيف 3. الآلة طلعت نيجاتيف 1 اكتبها انت بوزيتيف 1 ماينس ال 4 اكس ماينس 7 هتفضل 4 اكس ماينس 7 ما نجيش جنبها خالص. هل في ارقام تتسحب كومن فاكتور؟ مفيش ارقام. افتح تو براكتس واعمل فاكتورايزيشن ودخلها على الآلة وبالراحه. دخل دي على الآلة هتبقى 2 ايكوال نيجاتيف 7 ايكوال 3 ايكوال. طلعت بوزيتيف 3 اكتبها انت نيجاتيف 3. شكرا. خلي بالك بقى من التفصيله الجايه دي عشان خاطري. الآلة طلعت هاف. طلعت هاف اكتبها انت نيجاتيف هاف. بس بيني وبينك مفيش حاجه اسمها التو تتكتب تحت في الفراكشن كده. امال بنعملها ازاي؟ بنشيل التو من هنا نحطها هنا.
يبقى الآلة لما تطلع فراكشن اكتبها انت بعكس الاشاره، الآلة طلعت هاف اكتبها انت نيجاتيف هاف، بس ما تسيبش حاجه تحت، حطها جنب الايه؟ جنب الاكس. في مشكله؟ مفيش مشكله، الموضوع سهل وبسيط. ماشي يا مستر؟ بالسلامه اكس بلس 1 تطير مع اكس بلس 1، ما سيبناش حاجه فوق، سيبنا 1 على اكس ماينس 3. حد عنده اعتراض؟ لا. ماينس، يلا بينا. هنا في 4 اكس ماينس 7 عادي خالص، وهنا في اكس ماينس 3 عادي خالص، وهنا في 2 اكس ماينس 1 عادي. يعني المستر قال لي لو عندي 2 فراكشن بينهم بلس او ماينس نعمل ايه؟ واللي تحت مش زي اللي تحت، اعمل 3 خطوات. ايه ال3 خطوات يا مستر؟ هضرب اللي تحت في اللي تحت، هعمل اكس ماينس 3 مضروبه في مين؟ اكس ماينس 3 مضروبه في مين؟ 2 اكس ماينس 1، واعمل كروس ده في ده، يبقى اكسايه ماينس 3 مضروبه في 2 اكس ماينس 1، واعمل كروس تاني ده مضروب في ده، يبقى اكس ماينس 3 مضروب في 4 اكس ماينس 7، في النص في ماينس، اكتبها انت ايه؟ ماينس. ماشي؟ ماشي يا مستر. واخد بالك من حاجه ثانيه كده نكتبها بطريقه حلوه هنا كده؟ هكتبها تاني. عندي اكس ماينس 3 مضروبه في 2 اكس ماينس 1 ماينس مين؟ اكس ماينس 3 كمان مضروبه 4 اكس ماينس 7 على كل ده على اكس ماينس 3 مضروبه في اكس ماينس 3 مضروبه في 2 اكس ماينس 1. مين متكرر فوق؟ اكس ماينس 3. اسحب الاكس ماينس 3 كومن فاكتور. لما اسحب الاكس ماينس 3 كومن فاكتور يتبقى 2 اكس ماينس 1 ماينس. لما اسحب الاكس ماينس 3 كومن فاكتور يتبقى 4 اكس ماينس 7 على مين؟ على اكسايه ماينس 3 مضروبه في اكسايه ماينس 3 مضروبه في 2 اكس ماينس 1. مستر نعمل ايه؟ اشطب اكس ماينس 3 مع اكس ماينس 3. خلصت؟ لسه ما خلصتش، استنى. نشيل دي كده. ايه يا مستر المسائل المعفنه دي؟ معلش 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 معلش، الدرس ده او الجزء الاولاني من الحصه اصعب من التاني شويه، استحمل معايا. يلا تعالى نكتبها تاني. في مين فوق؟ براكت في 2 اكس ماينس 1 ماينس 4 اكس ماينس 7 على خلاص في اكس ماينس 3 طارت، فتبقى اكس ماينس 3 ملتبلاي 2 اكس ماينس 1. لما تلاقي نيجاتيف خابطه في براكت، النيجاتيف تخش على البراكت تغير كل الاشارات اللي جوه. لما تلاقي نيجاتيف خابطه في براكت، النيجاتيف تخش على البراكت تغير كل الاشارات اللي جوه، البوزيتيف تخليه نيجاتيف والنيجاتيف تخليه ايه؟ بوزيتيف. يعني دي تنزل زي ما هي 2 اكس ماينس 1، الماينس تتضرب في ال 4 اكس تبقى نيجاتيف 4 اكس، الماينس تتخبط في النيجاتيف 7 تديك بوزيتيف 7 على اكسايه ماينس 3 في 2 اكس ماينس 1. واحده واحده وجمع لي بقى، يلا بينا. 2 اكس ماينس 4 اكس. ايه يا مستر ده يا مستر؟ احنا عايزين 3 سبوره، معلش. يلا 2 اكس ماينس 4 اكس بخبرتك تديك كام؟ قول. مش 2 اكس، مش لا 2 ماينس 4 بنيجاتيف 2. حاضر يا مستر، هنعمل ايه؟ نيجاتيف 2 اكس. ادي نيجاتيف 2 اكس. 2 اكس ماينس 4 اكس بنيجاتيف 2 اكس. يلا بينا. نيجاتيف 1 بلس 7 على الكالكليتر تديك بوزيتيف 6، بوزيتيف 6. تعالى في مين هنا؟ اكس ماينس 3 تحت، وهنا في مين؟ 2 اكس ماينس 1. يا ساتر يا رب، ايه يا مستر الشكل ده؟ معلش معلش واحده. ال2 وال6، ال2 وال6 استاذنك ممكن اسحب النيجاتيف 2 كومن فاكتور. اسحب النيجاتيف 2 كومن فاكتور يا مستر. لما اسحب النيجاتيف 2 كومن فاكتور كل ترم يتقسم على النيجاتيف 2. لما اقسم هنا على النيجاتيف 2 يتبقى اكس. لما اقسم ال6 على النيجاتيف 2 تتبقى نيجاتيف 3 على اكسايه ماينس 3 مضروبه في 2 اكس ماينس 1. بالسلامه اكس ماينس 3 تطير مع اكس ماينس 3. في مين فوق؟ نيجاتيف 2 على في مين تحت؟ 2 اكس ماينس 1. دي السمبلست فورم. انت يا مستر بقى عاوز نعمل كل ده؟ طب انت هتعرف تعمله؟ ممكن استاذنك تتعب شويه وتتفرج عليها تاني وتمشي مع كل تفصيله فيها وتحلها تاني بايدك وتغشها من على السبوره مره وتحلها تاني مره. صدقني الكلام ده لمصلحتك. انت لو قدامي كنت هجبرك تعمل كده، تمام؟ بس انت مش قدامي، فاجبر نفسك تعمل كده. امسك المساله دي لو سمحت حلها تاني،
هي كلها سهله بس فيها كام تفصيله مهم. تفصيله النيجاتيف اللي تخش، تفصيله الاكس ماينس 3 لما تتسحب كومن فاكتور من الاول، تفصيله ان اللي تحت مش زي اللي تحت فتعمل كروس مالتيبليكيشن، تفصيله ان انت بعد ما تخلص مسالتك تسحب النيجاتيف تو كومن فاكتور. كل دي تفاصيل مهمه ماشي. لو سمحت خلي بالك منها، مساله غايه في الاهميه. يعني الحاجات دي الصعبه القوي دي بتيجي بيني وبينك نص نص، يعني مش دايما بتيجي مش دايما ما بتجيش، بس احنا بنعلي المستوى. جت اهلا وسهلا انا جاهز، ما جاتش يبقى انا اعلى من المستوى. ماشي ماشي يا مستر. خش على السؤال رقم 5. سؤال رقم 5 بيقول لي يا باشمهندس يا محترم، بيقول لي لو سمحت هات لي دي في السمبلست فورم. قبل ما اجيب لك دي في السمبلست فورم عايز اعلمك سكيل او مهاره اكتبها عندك سكيل كده. لو انا عندي اكس ماينس 2 من حقي اسحب حاجه اسمها النيجاتيف كومن فاكتور واغيرها. هسحب كده النيجاتيف كومن فاكتور، والاكس بدل ما تبقى هنا تبقى هنا، والتو بدل ما تبقى هنا تبقى هنا. تاني لو عندي اكس ماينس 4 وعايز اشقلبهم هسحب النيجاتيف كومن فاكتور، فلما اسحب النيجاتيف كومن فاكتور كل حاجه بوزيتيف تبقى نيجاتيف، دي بوزيتيف بقت نيجاتيف، كل حاجه نيجاتيف بقت بوزيتيف. تاني لو عندي مثلا يا باشمهندس 2 ماينس اكس وانا عايز اغيرهم، ليه يا مستر تغير؟ انا عايز مسالتي تبقى كده. يلا هغيرهم، هسحب النيجاتيف كومن فاكتور وشقلب الاكس النيجاتيف دي هتبقى بوزيتيف وال2 البوزيتيف دي هتبقى نيجاتيف. دي سكيل مهمه اكتبها عندك. ماشي خش على مساله عاديه خالص تافهه جدا، دخلها على الكالكليتر. لا هساوي اللي تحت هنا بزيرو، اجيب الدومين يبقى اكس باور 2 ماينس 4 ايكوالز 0. خلاص يا المفروض كبرنا، اكس باور 2 ايكوالز 4 دي تروح الناحيه الثانيه بالسكوير روت. يعني اكس ايكوالز بوزيتيف اور نيجاتيف روت ال 4 يعني بوزيتيف اور نيجاتيف ال 2. يعني الدومين بتاعي ار اكسبت 2 ونيجاتيف 2. تعالى هنا دخل دي على الاله، بس خلي بالك متشقلبه. تعالى نظبطها. هي نيجاتيف اكس باور 2 دي الاول، دي كلها الاول، وبعد كده دي التاني، دي كده بالبوزيتيف اكتبها بالبوزيتيف. سويها بزيرو. عملت ايه؟ جبت دي في الاول وبعد كده جبت دي في التاني. دخلها على الاله نيجاتيف 1 ايكوال و2 ايكوال. الاكس بتاعتك تطلع بصفر والاكس بتاعتي هتطلع بكام؟ بنيجاتيف 2. صح ولا ايه؟ صح. استنى كده 1 ايكوال، لا نيجاتيف 1 ايكوال و2 ايكوال. ايه يا مستر ده؟ نيجاتيف 1 ايكوال و2 ايكوال 2 و0. الاكس بتاعتي تطلع ب2 والاكس بتاعتي تطلع بكام؟ بصفر. ماشي. يبقى الدومين بتاعي ار اكسبت 0 وايه و2. كومن دومين كل الارقام من غير تكرار، يبقى ار اكسبت مين يا باشمهندس؟ 2 ونيجاتيف 2 والزيرو. بس كده خلاص مش هكتب ال2 دي. وهنا مسألتي تبدأ. امسح ده ونبدأ المسألة بتاعتنا. يلا بينا. هشتغل فوق اسحب مين؟ كومن فاكتور. اعمل فاكتورايزيشن، اسحب ال2 يا مستر كومن فاكتور. لما تسحب ال2 كومن فاكتور كل ترم يتقسم على 2 يبقى اكس بلس 4 ديفايدد 2 بكام؟ ب2. تعالى دي كده تتعمل ديفرنس اوف 2 سكويرز، افتح تو براكتس واعمل فاكتورايزيشن. اكس سكوير تتفكك اكس واكس، ال4 تتفكك 2 و2، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف بلس. فوق مفيش حاجه نعملها، سيب الاكس زي ما هي. تحت الاكسات متكرره، طول ما الحرف مكرر اسحب الباور الاصغر. لما اسحب اكس باور 1 كل اكس تخس 1، سحبت اكس باور 1 اتبقى 2 ماينس، سحبت اكس باور 1 فالاكس باور 2 هتبقى اكس باور 1. بالسلامه اكس بلس 2 تطير مع اكس بلس 2، وبالسلامه اكسايه تطير مع اكسايه. نبدا مسالتنا. هنا عندي مين؟ 2 فوق على مين؟ اكس ماينس 2 بلس في مين هنا؟ ما سيبناش حاجه فوق يعني سيبنا الواحد على 2 ماينس اكس. المستر قال لي لو عندي 2 فراكشنز بلس او ماينس واللي تحت مش زي اللي تحت اعمل 3 خطوات. بيني وبينك اللي تحت ده زي اللي تحت، بس الناقص دي تتشقلب تتغير. المستر قال لي عشان تشقلب تاخد الايه؟ كومن فاكتور النيجاتيف، دي تنزل زي ما هي 2 على اكس ماينس 2 بلس
تاخد مين من تحت كومن فاكتور؟ نيجاتيف. لما تاخد النيجاتيف كومن فاكتور الاكس اللي بالنيجاتيف تبقى بالبوزيتيف، شقلبهم، وال2 اللي بالبوزيتيف تبقى بالنيجاتيف. سيبنا مين فوق؟ 1. بيني وبينك النيجاتيف دي بتاعت اللي تحت او بتاعت اللي فوق مش هتفرق، وبيني وبينك برضو لما اعمل بلس وبعدها ماينس الاجابه تبقى ايه؟ ماينس. فبلس وبعدها ماينس فالاجابه تبقى ماينس. اللي تحت زي اللي تحت اكتبه مره واحده واعمل ايه اللي فوق؟ ماينس 2 ماينس 1 بكام؟ 1. ده كده السمبلست فورم بتاعنا، وده كده الدومين بتاعنا. خلاص خلص. تفاصيل مهمه جدا. فاكتورايزيشن شطب شطب، فاكتورايزيشن شطب شطب، هي دي اللعبه. اللي تحت زي اللي تحت بس ناقصه الشقلبه. يا عم شقلبهم، خد النيجاتيف كومن فاكتور، كانت هنا دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، وفي نفس الوقت بوزيتيف على نيجاتيف بايه؟ بنيجاتيف. همسح دي كده واعملها ايه؟ نيجاتيف. اللي تحت زي اللي تحت اكتبه مره واحده، واعمل اللي فوق ماينس 2 ماينس 1 بس. خلاص خلصت. خش على مساله كمان. سؤال ايه ده وعايز مني ايه؟ ان اوف 1 وان اوف نيجاتيف 2. طب انا مش فاكر كنا عاملين ايه. يا ساتر يا رب. فاكر الدومين يا هيبقى ار اكسبت 0 و2 والنيجاتيف 2 تقريبا. الدومين كان هيبقى ار اكسبت 0 و2 ونيجاتيف 2. طيب والسمبلست فورم كانت 1 على اكس ماينس 2 صح كده؟ صح. ماشي. عاوز الان اوف 1 دي الان اوف اكس. مستر الان اوف 1 يعني شيل كل اكس وحط مكانها 1 بس استنى استاذن الدومين. ينفع اعوض بواحد؟ يقول لي انا هعوض بكل الارقام ما عدا دول، فالواحد شغال معاك عوض بواحد. فهجيب ان اوف 1 تطلع بكام؟ 1 على 1 ماينس 2، فالاجابه بتاعتي تطلع نيجاتيف 1. طيب عايز اجيب ان اوف نيجاتيف 2. مستر ان اوف نيجاتيف 2 يعني شيل الاكس وحط مكانها نيجاتيف 2. غلط. ليه؟ مستر مش هتطلع ماس ايرور. كابتن استبعدناها من الدومين، ما ينفعش نعوض بنيجاتيف 2. حتى لو مش هتعمل مشكله ما تعوضش بيه. فانا هنا اقول له انا اسف النيجاتيف 2 ما تنفعش. ليه؟ undefined لانها بره الدومين، انا مستبعدها مش عاوزها. ماشي يا مستر. اوكي. خش على السؤال اللي بعده ونشوف بيقول ايه. السؤال الاخير في البارت الاولاني الاصعب ده كده الاصعب. يلا اكزامبل 7 بيقول لي ايه؟ بيقول لو سمحت هات لي الكوماند دومين، او هات لي الدومين ما بيقولش كوماند دومين، وهاتها ان ذا سمبلست فورم. ماشي. همسك اللي تحت هنا اسويه ب0 يا مستر على جنب كده، يبقى اكس باور 2 ماينس 4 ايكوال 0. يبقى الاكس باور 2 يتروح الناحيه الثانيه بالبوزيتيف 4، يعني الاكس ايكوالز بوزيتيف والنيجاتيف روت ال4، يعني الاكس بتاعتي بوزيتيف والنيجاتيف 2. فالدومين هنا اكسبت بوزيتيف 2 ونيجاتيف 2. بقول لك ايه، سيبها مفتوحه نزود عليها دي بالمره. يلا همسك اللي تحت هنا اسويه ب0، يعني 2 ماينس اكس ايكوالز 0. تحب نودي مين؟ بوزيتيف 2 تروح بالنيجاتيف. طب وسيبنا مين هنا؟ نيجاتيف اكس. بالسلامه نيجاتيف تطير مع نيجاتيف، فالاكس بتاعتي بكام؟ ب2. الاكس ب2 يعني ار اكسبت 2. مستر ما احنا مستبعدين ال2 خلاص اقفل. ما هنا هتبقى ار اكسبت 2 وهناخد كل الارقام من غير تكرار، فهتبقى 2 نيجاتيف 2 و2. مش هنكتب ال2 مرتين. جبت الدومين، برافو عليك. امسح لي بقى الكلام ده كله وركز معايا. فاكتورايزيشن عادي خالص خالص خالص. نكتب بقى بالازرق ما كتبناش بيه النهارده. ان اوف اكس ايكوالز فوق الاكسات متكرره، طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. التلاتة والستة موجودين في جدول ضرب مين؟ التلاتة. اسحب التلاتة. يلا لما تقسم 3 على التلاتة هتطير. الاكس باور 2 اسحب منها اكس باور 1 يتبقى اكس اهي بلس. تقسم ال6 على التلاتة يتبقى 2. اكس باور 1 سحبناها ما تبقاش حاجه. تحت ديفرنس اوف 2 سكويرز، افتح تو براكتس ويعمل فاكتورايزيشن. اكس سكوير تتفكك، اكس واكس، ال4 تتفكك، 2 و2. واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. بلس فوق مفيش حاجه نعملها وتحت برضو مفيش حاجه نعملها. بالسلامه اكس بلس 2 تطير مع اكس بلس 2 تبقى مين فوق؟ 3x على اكس ماينس 2 بلس 6 على 2 ماينس اكس. اللي تحت زي اللي تحت يا مستر، بس محتاج يحصل له ايه؟ يتشقلب. نسحب من كومن فاكتور النيجاتيف. يلا هكتب دي زي ما هي 3x على x ماينس 2 بلس مين محتاج يتشقلب؟ شقلبهم، بس اسحب ايه؟ النيجاتيف كومن فاكتور. يتبقى مين؟ اكسايه ماينس 2. خلاص ما سحبت النيجاتيف شقلبهم. فوق في مين؟ 6 تفضل زي ما هي ما نجيش جنبها. بيني وبينك
بوزيتيف على نيجاتيف تديك ايه؟ نيجاتيف. اهي 2 فراكشنز بينهم بلس او ماينس، واللي تحت زي اللي تحت تكتبه مره واحده واعمل ايه اللي فوق؟ ماينس، تبقى 3x ماينس 6. خلصت ده اللي بالنسبه للواد التعبان، ما خلصتش. التلاتة والستة موجودين في جدول ضرب واحد اللي هو مين؟ التلاتة. اقسم كل ترم على التلاتة دي هتطير يتبقى اكس، اقسم الستة على التلاتة يتبقى 2، وتحت في مين؟ اكس ماينس 2. مستر بالسلامة دي تطير مع دي، فالشكل المعفن ده كله يطلع بكام في الاخر؟ ب3. صعبة؟ الجزء الرخم من الحصة، معلش. ذاكر تاني ال7 مسائل دول وحل الواجب. ذاكر ال7 مسائل وحل الواجب، وتعالى نتكلم في جزء اسهل بكتير من الكلام ده. تاني هتذاكر ال7 مسائل دول بايدك كلهم، الصعب والسهل فيهم يتذاكروا، وتروح تحل الواجب، وتيجي تقوم ايه؟ شغال معايا البارت الجديد الاسهل التافه في الحصه اللي بنختم بيه يونت 2 الجبرا. جاي لك تاني بارت 2 في الحصه بتاعتنا. قبل ما نخش هعمل لك برضو سبوره بديهيات برضو تخص الفراكشنز، وبعد كده نخش على البارت الاسهل والاجمل والاحلى في يونت 2 الجبرا، ونبقى ختمنا اليونت يا باشمهندس محترم. برضو هناخدها تحت عنوان بديهيات الفراكشنز. بديهيات، شويه بديهيات كده تبقى حافظها صم. لو عندي فراكشن ملتبلاي فراكشن، اوكي، لو عندي فراكشن ملتبلاي فراكشن، حتى لو اللي تحت مش زي اللي تحت ولا تحت زي اللي تحت ولا يفرق لي، بضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت، تبقى ايه؟ 1 في 3 على 2 في 4. تاني لو عندي 2 فراكشنز ملتبلاي بعض، حتى لو تحت زي ماليش دعوه، هضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت، يبقى 2 تايمز 7 على 3 تايمز 3. احفظها. لو عندي 2 فراكشنز ملتبلاي بعض، بعمل ايه؟ اضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت. خلصت بديهيات الفراكشنز، عايز تبقى حافظها. ماشي. في حاجه تانية عايزك تبقى عارفها. لو عندي هنا 3 على 5 ملتبلاي، عندي هنا 5 على 7، اللي فوق في اللي فوق اللي تحت في اللي تحت. ماشي، بس عايز اعلمك حاجه كمان. طالما هنا ملتبلاي خلي بالك مش بلس، في ايه؟ ملتبلاي. 5 فوق تطير مع 5 تحت، يتبقى لي 3 على 7. لو عندي 4 على 9 ملتبلاي 9 على بلاش 3، 9 على 5 في ملتبلاي، طبعا اللي فوق في فوق تحت في تحت. بس بعلمك حاجه تاني بقى زياده، 9 تحت تطير مع 9 فوق، يتبقى 4 على 5، يبقى دي كده 4 على 5. لو عندي 3 على اكس ملتبلاي اكس على 2، اكسايه تطير مع اكسايه يبقى 3 على 2. بديهيات. يبقى لو عندي 2 فراكشنز ملتبلاي بعض، اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت. مستر حتى لو اللي تحت مش شبه اللي تحت، كابتن الكلام ده في البلس والماينس، دلوقتي في الملتبلاي. ملتبلاي اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت، ايا كان مين فوق وايا كان مين تحت. تاني حاجه علمتها لك السكيل، لو عندي 5 فوق 5 تحت اشطبهم. طب مستر دايما بيبقوا كده، يعني بلاش هبل. لو عندي واي على 3 ملتبلاي 4 على الواي، مين فوق ومين تحت يتشطبوا؟ واي فوق مع واي تحت، يتبقى 4 على 3. اوكي. واحده كمان بقى، سكيل كمان. لو عندي فراكشن ديفايدد فراكشن، مثلا نقول ايه؟ 5 على 7. فراكشن ديفايدد فراكشن بنعملها في 3 خطوات. ثبت، باي، شقلب. ايه؟ ثبت، باي، شقلب. مش فاهم حاجه. ثبت ده، الديفايدد خليها باي، والشقلب ده بدل ما هي 5 على 7 تبقى 7 على 5. واعمل بقى اللي فوق في اللي فوق، تحت في تحت براحتك. تاني لو عندي فراكشن ديفايدد بلاش دي، هي مش تفرق، بس انا عايز اعلمك ارقام اكبر شويه. عندي فراكشن ديفايدد فراكشن، تعمل ايه؟ 3 خطوات. ثبت، باي، شقلب. ثبت يبقى 3 على 5، الديفايدد تقلبها باي، بعد كده اعمل ايه؟ شقلب، تبقى 7 على 4. تاني لو عندي 2 فراكشنز
ديفايدد بعض 3 خطوات، ثبت ينزل زي ما هو، باي ها شقلب واضرب اللي فوق في اللي فوق، اللي تحت في تحت، او طير بقى. ماشي ماشي يا مستر، ده هتفضل كده صدقني خلاص الجزء التاني من الحصه بينتهي. مستر ده لسه بادئ، بينتهي. اسمع كلامي ولا اقول لك ما تصدقش مدرس ماس خالص، غدارين كلهم وماده غداره يلا فين الجزء التاني من الحصه؟ هناخد اكزامبل 1 بقى. ايه مستر ده؟ دي زي اللي فاتت؟ لا لا، في بالنص ايه؟ تفرق يعني يا عم؟ تفرق، بس نفس الكلام اللي عملته في اللي فاتت هعمله دلوقتي يا مستر. هجيب الدومين من الاولى والدومين من الايه؟ من التانية. ماشي، وبعد كده هعمل سمبليفاي واشطب. بعد كده هتعامل بقى بالمالتبلاي، بالبديهيات اللي سايلها لك. يلا بينا. هجيب الدومين من هنا، همسك اللي تحت اساويه بزيرو، يبقى اكس باور 2 بلس اكس باور 2 اكس باور 2 بلس اكس ماينس 6 ايكوال 0. امسك الآلة بتاعتك الحلوة الجميلة، اختراع حلو. 1 ايكوال 1 ايكوال نيجاتيف 6 ايكوال، فالاكس بتاعتك تطلع ب2 والاكس بتاعتك تطلع نيجاتيف 3. يبقى الدومين هنا في الجزء الاولاني ار اكسبت 2 وايه نيجاتيف 3. هسيبها مفتوحه عشان نحط دي كمان بالمره. يلا دي ندخلها على الاله بلاش هبل. يلا على جنب كده سويها ب0 اكس باور 2 ماينس 25 ايكوال 0. نيجاتيف 25 تروح بالبوزيتيف يبقى اكس باور 2 ايكوالز 25 باور 2 تروح بالروت يبقى اكس ايكوالز روت ال 25. بس عشان خاطر احط بوزيتيف اور نيجاتيف يبقى اكس ايكوالز بوزيتيف اور نيجاتيف 5. يبقى الدومين ار اكسبت بوزيتيف 5 ونيجاتيف 5. ادي بوزيتيف 5 وادي نيجاتيف 5. الدومين بتاع دي مع الدومين بتاع دي، في مشكله؟ اسهل حاجه يا مستر، اصلا انت مدربنا عليها من 5000 و 10000 حصه، صح؟ لحظه صمت ونبدا. اعمل فاكتورايزيشن فوق وتحت عادي خالص. ادي الان اوف اكس. يلا هنا اكس باور 2 اكس، ناخد مين كومن فاكتور؟ الاكس كومن فاكتور. لما ناخد الاكس كومن فاكتور كل اكس تخس 1، اكس باور 2 تبقى اكس، وسحبنا الاكس هنا يتبقى كام؟ 5. على دخل دي على الآلة يا صاحبي، الآلة تطلع لك حاجتين، اكس طلع لك 2 اكتبها انت ماينس 2، وطلع لك نيجاتيف 3 اكتبها انت بوزيتيف 3. دي دخلها على الآلة، دخلها على الآلة. هعملها انا بدماغي لو سمحت. دي 3 لا مش 3 5 و2 والاثنين نيجاتيف. الآلة هتطلع لك 5 بالبوزيتيف اكتبها بالنيجاتيف، والاثنين بالبوزيتيف اكتبها انت برضو بالنيجاتيف. تحت 2 براكتس واعمل فاكتورايزيشن ديفرنس اوف 2 سكويرز اكس سكوير تتفكك اكس واكس، 25 تتفكك 5 و5، واحده بلس واحده ماينس. في بقى حته في المالتيبلاي مهم عايزك تبقى حافظها، ان المالتيبلاي مش بس بتشطب كده وكده، انت ممكن تشطب حاجه من هنا مع حاجه من هنا. انا علمتها لك. لو عندك 5 على 9 مالتيبلاي 9 على 4 ممكن تشطب هنا وهنا. في البلس ما بنعملش كده، في المالتيبلاي بس. طب واحده واحده. يلا بينا يا مستر. اكس بلس 5 لا هنا في حاجه تطير، لا ثانيه واحده كده. اكس ماينس 5 تطير مع اكس ماينس 5، وفي المالتيبلاي من حق اشطب كروس بالسامبوكسه كده. يلا اكس ماينس 2 فوق تطير مع اكس ماينس 2 تحت في المالتيبلاي بس. ابوس ايدك في المالتيبلاي بس. في البلس وماينس ما بنعملش كده، عشان خاطري ما بنعملش كده. هتعملها في الامتحان وهتغلط. اكس بلس 5 فوق تطير مع اكس بلس 5 تحت. ما سيبناش حاجه فوق غير الاكسايه الغلبانه، وما سيبناش حاجه تحت غير الاكس بلس كام؟ 3. حلوه، اسهل من اللي فاتت بكتير قوي. عملت ايه؟ عملت فاكتورايزيشن فوق وتحت عادي خالص، بس المره دي بقى عندي حته زياده عشان دي مالتيبلاي. اشطب بالورب، اكس بلس 5 مع اكس بلس 5، اكس ماينس 2 مع اكس ماينس 2، اكس ماينس، وينفع اشطب كده برضو يعني كده وايه وكده. في مشكله في الكلام ده؟ لا مفيش مشكله، سهله وتافهه وعبيطه جدا. ده السمبلست فورم بتاعنا وده الدومين بتاعنا، بموت فيها. مستر ايوه مفيش مستر، في تراي تو سولف. حل يا حل دي. عاوز الدومين وعايز السمبلست فورم. هتجيب الدومين ساوي اللي تحت هنا بزيرو ساوي اللي تحت هنا بزيرو.
ار اكسبت كذا وكذا. وبعد كده فاكتورايزيشن فوق وتحت، فاكتورايزيشن فوق وتحت، بعد كده تشطب بالطول وبالايه؟ بالسمبوكسه كده. حلها وجاي لك على طول، جاي لك. اتمنى تكون حلتها ومستمتع. ماشي، يلا بينا. هات الدومين. بصراحه انا مكسل اجيب الدومين. يا عم اجيبه حاضر. ساوي دي بزيرو يا مستر، هيبقى اكس باور 2 بلس 2 اكس ايكوالز 0. ها هتعمل ايه حضرتك؟ يا اما تسحب الاكس كوما 0، حاجتين ملتبلاي بعض يساوي 0، الاول يساوي 0. ها تمام. اكس يطلع لك بصفر او دخلها على الاله، اكس يطلع لك بكام؟ نيجاتيف 2. يبقى ار اكسبت، تعالى نكتبها فوق كده، ار اكسبت 0 ونيجاتيف 2. سيب البراكت مفتوح للبتاع دي كده. ساوي اللي تحت هنا ب 0، يبقى اكس باور 2 ماينس 1 ايكوال 0. تروح الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، يعني اكس باور 2 ايكوالز 1 بالبوزيتيف، يعني الاكس ايكوالز سكوير روت بوزيتيف اور نيجاتيف ايه؟ الواحد. يعني الاكس بتاعتي بوزيتيف اور نيجاتيف 1. ار اكسبت بوزيتيف اور نيجاتيف 1، ادي بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1. جبت الدومين خلاص. ممكن اوقع البورد. ده الدومين المفروض تبقى انت جبته. هشتغل فاكتورايزيشن فوق وتحت عادي خالص خالص خالص. يلا فوق اسحب مين؟ كومن فاكتور الاكس. لما اسحب الاكس كومن فاكتور كل اكس تخس 1، ها ماينس 1. تعالى نسحب مين تحت؟ كومن فاكتور اكس. لما اسحب الاكس كومن فاكتور كل اكس تخس ايه؟ 1. اكس باور 2 تبقى اكس بلس مين؟ 2. ابقى نوب. ينفع اشطب دي مع دي؟ لا عادي عشان في ملتبلاي. يبقى لو في بلس ما نشطبش، لكن هنا في ملتبلاي اشطب دي مع دي عادي خالص. طيب ملتبلاي. هنا نعمل فاكتورايزيشن. ها افتح تو براكتس واعمل فاكتور. اكس سكوير تتفكك اكس واكس، الاربعه تتفكك 2 و2، واحده بلس واحده ماينس، ديفرنس اوف 2 سكويرز، واللي تحت برضه ديفرنس اوف 2 سكويرز. اكس سكوير تتفكك اكس واكس، ال1 تتفكك 1 و1، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. شطبت اكسايه مع اكسايه، شكرا. من حاجه كمان اشطب بالورب، اكس ماينس 1 تطير مع اكس ماينس 1 ثانيه كده، واكس بلس 2 هنا تطير مع اكس بلس 2 هنا. سيبنا مين فوق؟ اكس ماينس 2. سيبنا مين تحت؟ اكس بلس 1. ما ينفعش بقى اشطب اكس مع اكس. طيب في مشكله في الكلام ده؟ لا مفيش مشكله في الكلام. خلاص يبقى دي السمبلست فور والدومين طلعناه وخلاص خلصنا. صدقني كلام سهل وبسيط وعسول قوي. يلا بينا خش على السؤال ده بقى وتعلم معايا حاجه جديده واحفظها. لو انا اديتك حاجه اسمها لو اديتك حاجه اسمها n of x، وجيت طلبت منك حاجه اسمها ال n inverse. ال n ايه؟ inverse. كلمه inverse يا باشمهندس في المنهج بتاعك يعني شقلب. يعني ايه شقلب؟ يعني لو اديتك n of x equals 4/7، وجيت قلت لك هات لي الانفرس، هتقول لي بيني وبينك المفروض الانفرس ما تتحطش هنا. يعني الصح الكتابه المنضبطه تبقى كده، لان دي حاجه تانية كده هتاخدها في تانية ثانوي علمي. لو انت اصلا عديت من ثالثه اعدادي بالمرقعه اللي انت بتعملها دي واولى ثانوي، دي كده هتاخدها في تانية ثانوي علمي. لا المفروض الانفرس تكتبش هنا، المفروض تكتب على براكت كده. المهم حاجه ما تخصكش يعني. انفرس يعني شقلب، تبقى 7 على ايه؟ على 4. لو جيت قلت لك هات لي الانفرس يعني هنعمل ايه؟ شقلب. واحفظ معايا الحته الجايه دي بقى. يبقى لو جيت قلت لك هات لي الان انفرس معناها ايه؟ اكتب شقلب. تاني حاجه، لو اكتب دي عندك نصيحه مهمه، لو شقلبت هات الدومين من فوق وتحت. يبقى ان انفرس معناها ايه؟ شقلب. لو شقلبت هات الدومين من فوق وتحت. صعب عليا دي يا مستر. هديك مثال. لو عندي ان اوف اكس ايكوالز اكس بلس 1 واكس ماينس 2، وجيت طلبت منك الان انفرس يعني ايه؟ شقلب. هتبقى اكس ماينس 2 وتحت في مين؟ اكس بلس 1. بس وانت بتجيب الدومين مش بتساوي اللي تحت بزيرو، انت بتساوي اللي فوق بزيرو وتساوي اللي ايه؟ اللي تحت بزيرو، وتجيب كومن دومين. يعني الدومين بتاعي يبقى ار اكسبت، لما هساوي اللي تحت بزيرو تطلع نيجاتيف 1، لما هساوي اللي فوق بزيرو تطلع ب2. فالدومين بتاعي يتجاب من فوق
وتحت. لو في حاجه شقلبتها هجيب الدومين بتاعها من فوق وتحت. لو في حاجه انا شقلبتها هات الدومين بتاعها فوق وايه وتحت. نصيحه مهمه جدا جدا جدا. نخش على المساله. بيقول لي لو سمحت بعد اذنك هات لي الان انفرس للكلام ده. مستر الان انفرس يعني شقلب. يلا بينا، يلا نشقلب. اللي تحت ده خليه فوق، واللي فوق ده خليه تحت. صح؟ صح جدا، صح خالص، جامد. هات لي الدومين. مستر قال لي لو شقلبت حاجه هات الدومين بتاعها من فوق وتحت. همسك اللي فوق اساويه بزيرو وتطلع لي بوزيتيف 5 ونيجاتيف 5، يبقى ار اكسبت بوزيتيف 5 ونيجاتيف 5. اوعى تنسى دومين اللي تحت ده خليه على الاله مود ايكويشن 4. مود ايكويشن 4، لا مود ايكويشن 4. 1 ايكوال نيجاتيف 4 ايكوال نيجاتيف 5 ايكوال وزيرو ايكوال. الاكس بتاعتي تطلع بخمسة، والاكس بتاعتي تطلع بنيجاتيف 1، والاكس بتاعتي تطلع بزيرو. اكس طلع بكام؟ ب5 ونيجاتيف 1 وايه وزيرو. يبقى ار اكسبت 5 خلاص كتبناها مره، نيجاتيف 1 وايه وزيرو. ده الدومين. لما تيجي تشقلب حاجه هات الدومين من فوق وايه وتحت. طب امتى بشقلب؟ في علامه الانفرس. يبقى اول ما يقول لي انفرس شقلب، وبعد كده اجيب الدومين. اجيب الدومين ازاي؟ من فوق ونيه من تحت. ماشي. جاي بيقول لي فايند الان انفرس اوف نيجاتيف 1. يعني مش انت شقلبت، شيل الاكس وحط نيجاتيف 1. اقول له ستوب، عايز نعوض بحاجه، اروح استاذن الدومين. انت يا دومين ينفع اعوض بنيجاتيف 1؟ يقول لي لا ممنوع. ليه ممنوع؟ عشان خاطر انا مستبعد النيجاتيف 1، فممنوع تعوض بالنيجاتيف 1. فاقول له كده دي تبقى undefined. undefined. يبقى اول حاجه هات الان انفرس شقلب. طب عايز اجيب الدومين بتاع حاجه شقلبتها، اجيبه من فوق وتحت مش من فوق بس. كاني بحلها مره ثانيه. ساوي اللي تحت بزيرو، ساوي اللي فوق بزيرو. طب عايز اجيب ان انفرس اوف حاجه، احط رقم، استاذن الدومين زي الحاجات القديمه. ينفع احط نيجاتيف 1؟ لا. ينفع احط زيرو؟ لا. ينفع احط نيجاتيف 5؟ لا. 5 لا. اخر مطلوب بقى ده اتم شويتين 3 4 5 معلش استحملني فيه. طيب جبنا الان انفرس. جاي بيقول لي بقى ايه يا باشمهندس يا محترم يا دكتور؟ بيقول لي لو الان انفرس ده بواحد على 3 هات لي الاكس بكام؟ دي صعبه، دي صعبه. لو الان انفرس بواحد على 3 هات لي الاكس بكام؟ حاضر. دي كده الان انفرس. ممكن اعمل لها فاكتورايزيشن بس لو سمحت الاول؟ يلا بينا. هعمل فوق فاكتورايزيشن يتبقى مين؟ x minus 5 و x plus 5 difference of 2 squares. تحت ناخد مين كومن فاكتور متكرره في المساله كلها؟ الاكس. لما اخد الاكس كومن فاكتور كل اكس تخص 1 يبقى x باور 2 minus 4x minus 5. دي ما خلصتش يا صاحبي، تخش على الاله. يلا بينا. يبقى x minus 5 هنا اهي، وهنا في x plus 5 يا دكتور على x. دخل دي على الاله كده. 1 ايكوال مود ايكويشن 3. مود ايكويشن 3 1 ايكوال نيجاتيف 4 ايكوال نيجاتيف 5 ايكوال. الاله طلعت لي 5 اكتبها انت نيجاتيف 5. الاله طلعت لك نيجاتيف 1 اكتبها انت بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 1. ماشي ماشي بالسلامه. اكس ماينس 5 تطير مع اكس ماينس 5، اتبقى لي مين؟ اكس بلس 5 فوق على اكسايه تحت مضروبه في اكس بلس 1. ماشي ماشي يا مستر. هو بيقول لي بقى ايه ده كده؟ الان انفرس صح؟ بيقول لي الان انفرس دي بواحد على 3. ما هو دي الان انفرس سويها بكام؟ 1 على 3. سويتها بواحد على 3. هات الاكس بكام؟ نعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن. يلا بينا. ال3 تتضرب في ده وال1 تتضرب في ده. ال1 لما تتضرب في ده تنزل زي ما هي. ال3 لما تتضرب في ده تتضرب في الاول وتتضرب في الايه؟ في الثاني. يبقى 3 في اكس زائد 5 في 3 بكام؟ 15. اكس تتضرب في الاول وفي الثاني. اكس في اكس، اكس باور 2 بلس اكس في 1 اكس ايكوالز 3x بلس 15. البوزيتيف 3x تخش هنا بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى اكس باور 2 بلس اكس ماينس 3x. البوزيتيف 15 تخش بالايه؟ نيجاتيف 15. اللي شبه بعض يتعمل له ماينس وبلس. اكس باور 2 مالهاش شبه. 1x ناقص 3x تديك كام؟ نيجاتيف 2x ماينس كام؟ 15.
ايكوالز كام؟ 0. يلا بينا دخل دي على الآلة. اكتب 1 ايكوال نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 15 ايكوال. الاكس تطلع ب5 والاكس تطلع بنيجاتيف 3. اكس ب5 واكس بكام؟ نيجاتيف 3. بيني وبينك ال5 ريفيوزد. مستر ليه؟ فاكر الدومين لما كان مكتوب هنا ومسحته؟ مش كنا مستبعدين ال5؟ يعني الاكس ما ينفعش تطلع ب5 فدي ريفيوزد، فالاكس بتاعتي بكام؟ نيجاتيف 3. مستر هو في سؤال ممكن يجي لنا كده كومبو؟ لا، ده سؤال تدريبي بدربك على كل الافكار. نعيده تاني بسرعه. اول حاجه طلب مني الان انفرس، قمت ايه؟ مشقلب. تاني حاجه طلب مني الدومين، فقمت جبت الدومين من فوق وتحت، لاني لو شقلبت هات الدومين من فوق ايه؟ وتحت. تالت حاجه بيقول لي عوض الاكس بنيجاتيف 1، هقول له سوري ما ينفعش لان الدومين كان مستبعد النيجاتيف 1. تالت حاجه بيقول لي بقى الان انفرس بواحد على 3، قمت عامل سمبليفاي وسويتها بواحد على 3، وقمت جايب الاكس بكام؟ الاكس طلعت بقيمه والاكس طلعت بقيمه، بس انا نصح خدت بالي ان انا مستبعد ال5 فقلت ال5 ايه؟ ريفيوزد. يعني السؤال هيجي كده بيني وبينك لا ما يجيش كده كومبو، بس يعني يبقى في كذا في شغل كده كويس. ده سؤال كومبو. الاسئله الجايه ميه بقول لك ايه، انا اروح اشرب حاجه، حل دول، ممكن تعصلك معاك في حاجه ممكن في حاجات تعصلك، حلهم وانا هروح اجيب لي حاجه اشربها وجاي لك تاني. يلا بينا. اتمنى تكون انا خايف تدلق. طبعا في واحد يقول لي يا مستر انت ليه بتشرب وانا ما اشربش؟ ما انت قاعد اشرب، اطلب مشاريب واشرب براحتك. انت اصلا تقريبا بتتفرج على اعمل قهوه. يلا حلو. مستر انت بتضيع علينا وقت الحصه. لا جري، مش عاجبك الحته دي جري. يا سلام لو بتتفرج عليا بقى وانت صايم ولا حاجه، اتفرج بعد الفطار. جميله قوي. ماشي اخر بق. لازم المستر يتروق عليه عشان يلا. حليت الاولى بيقول لي لو سمحت هات لي الدومين بتاع الان انفرس. بالراحه عليا يا عم، انا هروح الاول اجيب الان انفرس. ان انفرس يعني شقلب الاكس دي تبقى فوق والاكس ماينس 8 تبقى تحت. والمستر قال لي لو هتجيب دومين لحاجه شقلبتها هاته من فوق وتحت. ساوي اللي فوق بزيرو الاكس بصفر، ساوي اللي تحت بزيرو الاكس هتطلع ب8. يبقى الدومين بتاعي ار اكسبت 0 و8. شكرا مع السلامه. الراجل ده بيقول لي لو سمحت هات لي الان انفرس اوف 4. هجيب الان انفرس الاول. ان انفرس يا مستر يعني شقلب، يعني فوق اكس بلس 3 على اكس ماينس 5. عايز يشيل اكس ويحط 4. استاذن الدومين. هجيب الدومين من فوق لتحت. فوق هيبقى اكس بنيجاتيف 3، تحت الاكس ب5، يعني هستبعد النيجاتيف 3 وال5. وعايز يعوض ب4. حقك. عوض ب4 فوق وعوض ب4 تحت. الاجابه بتاعتي تطلع نيجاتيف 7. اخر واحد جاي بيقول لي لو سمحت بعد اذنك هات لي الان انفرس اوف 2. شقلب الاول وبعد كده هات الدومين من فوق وتحت وشوف بقى مستبعد النيجاتيف 2 ولا لا. فوق لما اساوي اللي فوق بزيرو تطلع الاكس بنيجاتيف 2، يعني ار اكسبت نيجاتيف 2 حاجه تحت، صح؟ يعني انا مستبعد النيجاتيف 2 قبل ما ابدا المساله. يعني الدومين بتاعي هنا ايه؟ او سوري دي تطلع بكام؟ ما هو الدومين هيبقى ار اكسبت، فاهم يا اسطى؟ نيجاتيف 2. ليه؟ وحاجات ليها واساوي اللي فوق بزيرو تطلع بنيجاتيف 2، فانا ما ينفعش اعوض بنيجاتيف 2، فالاجابه تبقى undefined. السؤال ده يجي في الامتحان كده. كابتن ده تدريب بسخن معاك اسئله الامتحانات. بم 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 مستر ايوه ده ديفايدد. ايوه المستر لسه محفظك من شويه لو عندك فراكشن ديفايدد فراكشن اعمل 3 خطوات. ثبت باي شقلب تبقى 1 على 3، اقلب الديفايدد باي شقلب 7 على 4. وطبعا
الدومين بتاع اي حاجه شقلبتها من فوق ايه تحت. يعني عايز يعمل ديفايدد، مستر انا ما بعرفش اعمل ديفايدد كده. بنعمل 3 خطوات، ثبت باي شقلب، واي حاجه شقلبتها جيب الدومين بتاعها من فوق وتحت. يلا ثبت، اكتب في طرف السبوره كده ثبت. ثبتنا ده كده، ثبته خالص، ثبته جدا، واقلب الديفايدد ملتبلاي والشقلب، خلي دي تحت ودي ايه فوق. يعني دي اكس باور 2 بلس 2 اكس بلس 4 وتحت في اكس باور 3 ماينس 8. هات الدومين يا صاحبي. الدومين من هنا يتجاب من تحت بس عشان خاطر احنا ما شقلبناش ده، ساوي اللي تحت بزيرو. الدومين هنا يتجابها من فوق وتحت عشان احنا شقلبنا. طب ليه شقلبناها؟ عشان القاعده بتقول لي ثبت باي شقلب. ماشي اوكي يا مستر. هساوي اللي تحت ده بزيرو على الآلة. يلا 1 ايكوال نيجاتيف 4 ايكوال نيجاتيف 5 ايكوال اكس تطلع بخمسة، يبقى ار اكسبت 5 ايكوال تاني ار اكسبت نيجاتيف 1. خلاص ده هنجيبه من فوق وتحت. هساوي اللي فوق بالزيرو 1 ايكوال 2 ايكوال 4 ايكوال اي. طالما الاجابه طلعت اي يبقى الدومين ار، يعني اللي فوق ما فيهوش مشاكل، فكك منه. طلعت اي فكك منها. تحت ساوي اللي تحت بزيرو، يعني اكس باور 3 ماينس 8 ايكوال 0. نيجاتيف 8 تروح الناحيه الثانيه، اكس باور 3 ايكوالز 8 دي تروح بالكيوبيك روت، يعني الاكس بتاعتي كيوبيك روت ال 8 ب 2 الاكس ب 2. يبقى الدومين بتاعي هنا ار اكسبت 2، زودها هنا لو سمحت. يبقى دي الدومين من تحت طلعت رقمين. هنا هجيب الدومين من تحت وفوق، بس فوق طلعت اي غلبانه ما بتعملش مشاكل، سبتها قمت مشغل على اللي تحت. طب لو اللي فوق مش غلبانه هاخد الارقام بتاعتها برضه استبعدها، عشان طالما شقلبت يبقى اعمل ايه؟ الدومين من فوق وتحت. سويت اللي تحت بزيرو، 3 اكس ب 2، قمت مستبعد الاثنين، ده الدومين بتاعي. يلا بينا المساله تبدا فاكتورايزيشن. هستأذنك نعمل اللي فوق فاكتورايزيشن على الآلة. 1 ايكوال نيجاتيف 7 ايكوال 10 ايكوال الاكس طلعت بخمسة، هكتبها انا ايه؟ نيجاتيف 5. دوس ايكوال كمان، الاكس طلعت ب 2، اكتبها انا ايه؟ نيجاتيف 2. تحت اكتبها على الآلة. ماشي. لما تيجي تكتبها على الآلة 1 ايكوال نيجاتيف 4 ايكوال نيجاتيف 5 ايكوال اللي تحت الاجابه طلعت بخمسة، اكتبها انت نيجاتيف 5. دوس ايكوال كمان، الاجابه طلعت بنيجاتيف 1، اكتبها انت بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 1. عملنا فاكتورايزيشن هنا وهنا. فوق ما ينفعش يتعمل له فاكتورايزيشن، ما هو طلع اي، سيبه. تحت دي حاجه اسمها ديفرنس اوف تو كيوبس. فاكر من الحصه اللي فاتت براكت صغير، براكت صغير وبراكت كبير. في البراكت الصغير بعمل كيوبيك روت الاولاني وكيوبيك روت الثمانية بالشكل ده كده. في البراكت الكبير بعمل سكوير الاول، سكوير الثاني بالبلس اللي هي 2 باور 2 4، يعني الاول في الثاني 2 اكس بعكس الايه؟ الاشاره. يلا اكس ماينس 5 بالسلامه مع اكس ماينس 5، اكس ماينس 2 فوق هنا بالسلامه مع اكس ماينس 2 تحت هنا. الله 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 الله، البراكت ده كله بالسلامه يطير مع البراكت ده كله. فوق ما تبقاش حاجه، نحط 1. تحت تبقى مين؟ هنا ما ينفعش بقى اشطب ال1 مع ال1 عشان في بلس. ماشي يا دكتور؟ ماشي يا مستر. سهله؟ سهله جدا. جاي بيقول لي بقى عايز الان اوف 2، شيل الاكس وحط 2. مستر عادي مش هيحصل مشكله، استلزم الدومين. ينفع اشيل اكس واحط 2؟ نو. يعني ان اوف 2 undefined، ممنوع. طب ان اوف 3 يا مستر؟ اسال الدومين هل ينفع اعوض ب 3؟ شيل اكس وحط 3، يبقى 1 على 3 زائد 1 اللي هي بكام؟ 1 على 4. هتتعاد النهارده في 4 مسائل زي دول هيتعادوا، خليك ايه معايا فيهم. سؤال جميل، عيده لو سمحت تتفرج عليه تاني. السؤال اللي بعده شبه السؤال ده، هو جاي بيقول لو سمحت هات لي الدومين وهات لي ده ان ذا سمبلست فورم. حاضر. الشكل ده بعرف اتعامل معاه كويس. ثبت باي شقلب، ثبت باي شقلب. دي هتبقى 3x بلس 9 فوق، ودي هتبقى x باور 2 بلس 2x بلس 4 تحت. ثبت باي شقلب. ماشي يا مستر. يلا بينا هات الدومين. هنا دي ثبتناها ما جيناش جنبها، هات الدومين من تحت بس. ساوي اللي تحت بزيرو
1 ايكوال 1 ايكوال نيجاتيف 6 ايكوال، الاجابه تطلع ب 2. يبقى الدومين ار اكسبت 2 و ار اكسبت نيجاتيف 3. هنا بعتذر لك، هجيب الدومين من فوق لتحت، من فوق وتحت عشان انا شقلبت. تيجي تجيب الدومين من تحت تلاقيها اي، تدخل دي على الاله اي، فكك منها. فوق ساويها بزيرو. مستر احنا عمرنا ما كنا بنساوي اللي فوق بزيرو، بنساوي اللي تحت بس بزيرو. بس احنا لما بنشقلب بنجيب الدومين من فوق وتحت. 3x بلس 9 ايكوال 0. بوزيتيف 9 تروح الناحيه الثانيه، يبقى 3x ايكوالز نيجاتيف 9. الثلاثه بالمالتبلاي تروح بالديفايدد، يعني اكس بتاعتي ايكوالز نيجاتيف 9 على 3، يعني اكس بتاعتي بكام؟ نيجاتيف 3. فهنشيل مين كمان؟ النيجاتيف 3. مستر ما احنا شايلينها مره، خلاص مش بنكتبها تاني. بس بطل شيل بقى كل الكلام ده. فاكتورايزيشن يا صاحبي، ده difference of two cubes براكت صغير وبراكت كبير براكت صغير. براكت كبير براكت صغير، خد كيوبيك روت الاولاني يبقى اكس، كيوبيك روت ال8 يبقى 2. لو انت ناسي الفاكتورايزيشن ارجع للحصه اللي فاتت، الفاكتورايزيشن معمول في بارت لوحده. سكوير الاول، سكوير الثاني بالبلس، الاول في الثاني بعكس الاشاره دي يبقى ايه بلس. تحت يتعمل له فاكتورايزيشن بالاله، 2 براكتس اعمل فاكتورايزيشن اكس واكس، الاله هتطلع 2 اكتبها نيجاتيف 2، الاله هتطلع نيجاتيف 3 اكتبها انت بوزيتيف ايه 3. فوق ناخد مين كومن فاكتور؟ ال3 وال9 موجودين في جدول ضرب الثلاثه، يبقى الثلاثه كومن فاكتور، كل ترم يتقسم على الثلاثه، يبقى اكس 9 على 3 بكام؟ ب3. خلصت يا صاحبي. اكس بلس 3 تحت تطير مع اكس بلس 3 فوق، البتاعه دي كلها تحت تطير مع البتاعه دي كلها فوق، في مشكله؟ اكس ماينس 2 تطير مع اكس، اتبقى ايه في المساله يا مستر؟ اتبقى 3 يا صاحبي. 3 دي هي الدرجه اللي هجيبها من 30 لو ما ذاكرتش. 3 من 30 ماشي؟ صعبه؟ مش صعبه، مش صعبه، كله شغل قديم. ثبت باي شقلب بس الجديد. واحده تاني واحده تاني، يلا بينا. التراي تو سولف دي شبه اللي فاتت بالظبط، ده هي حلها تاني، يلا حل دي تاني وهتطلع نفس الاجابه اللي فاتت، هي. في امتحان القاهره 2021 جابوا المساله دي. المساله دي باينه عندك؟ مش عارف باينه عندك ولا مش باينه؟ يا رب تكون باينه. هكتبها لك تاني كده كده، انا جايبها لك من الامتحان كده على طول. x ماينس 4 على x بلس 7 ديفايدد x باور 2 ماينس 16 على x باور 2 بلس 11 x بلس 28. جابوا دي في امتحان القاهره 2021. مستر ثبت باي شقلب، يلا هنثبت. يبقى x ماينس 4 على x بلس 7 باي، خلي بالك بشقلب اللي بعد مش بشقلب ده، ثبت باي شقلب. شقلب ده يبقى x باور 2 بلس 11x بلس 28 على x باور 2 ماينس 16. هات الدومين. مستر ده ثبتناه، نجيب الدومين من تحت بس، لما تساوي اللي تحت بزيرو الاكس بتاعتك تطلع نيجاتيف 7، يعني الدومين ار اكسبت نيجاتيف 7. هنا هجيب الدومين من كام حته؟ من فوق وتحت. هساوي اللي تحت بزيرو على جنب كده، x باور 2 ماينس 16 ايكوالز 0، نيجاتيف 16 تروح بالبوزيتيف يعني x باور 2 ايكوالز 16 بالبوزيتيف، دي تروح بالروت يعني الاكس ايكوالز بوزيتيف والنيجاتيف روت ال 16، يعني الاكس بتاعتي ايكوالز بوزيتيف ونيجاتيف 4، يعني الدومين ار اكسبت 4 ونيجاتيف 4. زود هنا ال 4 والنيجاتيف 4. جبت الدومين من تحت من فوق عشان دي اتشقلبت. يلا اكتب 1 ايكوال 11 ايكوال 28 ايكوال، الاكس تطلع بنيجاتيف 4 والاكس تطلع بنيجاتيف 7. جيت اكتب النيجاتيف 4 لقيتها مكتوبه، طب اكتب النيجاتيف 7 لقيتها مكتوبه، قفل على كده يا معلم. طب لو كده طلع لي ارقام مش مكتوبه زودها. يلا فاكتورايزيشن والمساله تنتهي. الجزء الاولاني ده ملوش فاكتورايزيشن، اكس ماينس 4 فوق عادي خالص على اكس بلس 7 تحت عادي خالص، ملتبلاي. تحت ده اسمه ديفرنس اوف تو سكويرز، تتفكك 2 براكتس، اكس سكوير تتفكك اكس واكس، 16 تتفكك 4 و4 واحده بلس واحده فوق دخلها على الاله تطلع لك نيجاتيف 7، اكتبها انت بوزيتيف 7. تطلع لك نيجاتيف 4، اكتبها انت بوزيتيف 4. شطب اكس ماينس 4 هنا تطير مع اكس ماينس 4 هنا، اكس بلس 7 هنا تطير مع اكس بلس 7 هنا، اكس بلس 4 هنا تطير مع اكس بلس 4 هنا، ما تبقاش حاجه، ما تقولش 0 تبقى 1.
سؤال حلو قوي. السؤال اللي بعده شبهه، اسكندريه 2021. ثانيه كده عشان اشرب. مين هنا من اسكندريه؟ قول اسمك بصوت عالي. مين هنا من اسكندريه؟ ولا دي الجيزه؟ مين هنا من الجيزه؟ الجيزه؟ اه. اللي جاي اسكندريه عشان محدش يزعل. يلا مستر، في ديفايدد ثبت باي شقلب. يلا ثبت 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 باي شقلب. هات الدومين هنا من تحت بس، ساوي اللي تحت بزيرو، يبقى x باور 3 ماينس 27 ايكوال 0. دي تروح بالبوزيتيف، يبقى x باور 3 ايكوالز 27. خد كيوبيك روت يبقى الاكس بتاعتي كيوبيك روت ال 27 اللي هي ب 3. يبقى الدومين ار اكسبت 3. خلي بالك دي بتاعت دي بس. خش على دي، هجيب الدومين من فوق وايه؟ تحت. ساوي اللي تحت بزيرو، ار اكسبت نيجاتيف 3. عشان اللي تحت تساوي نيجاتيف 3. فوق دي هجيب لها الدومين، دخلها على الاله 1 ايكوال 3 ايكوال 9 ايكوال، فالاجابه بتاعتي تطلع اي. سيبها زي ما هي، ملهاش فاكتورايزيشن. يلا بينا. اعمل فاكتورايزيشن هنا، دخلها على الاله، فالاكس بتاعتك هتطلع بنيجاتيف 1، اكتبها انت بوزيتيف 1. الاكس بتاعتك هتطلع بنيجاتيف 3، اكتبها انت بوزيتيف ايه؟ 3. دي difference of two cubes، براكت صغنن وبراكت كبير. براكت الصغير كيوبيك روت الاولاني اكس، كيوبيك روت 27 3، في النص ماينس، هنا ماينس. سكوير الاول، سكوير قول معايا، سكوير الثاني بالبلس 3 باور 2 ب 9. الاول في الثاني اللي هي 3 اكس بعكس الاشاره ملتبلاي. اللي فوق ملوش فاكتورايزيشن، عرفت منين؟ ما جيت دخلته على الاله طلع لي اي. تحت في مين؟ اكس بلس 3. طير اكس بلس 3 هنا يطير مع اكس بلس. خلي بالك الشوط بالسمبوكسه ده في الملتبلاي بس، والبراكت ده كده يطير مع مين؟ البراكت ده كده. اتبقى لي هنا مين؟ اكس بلس 1 على مين؟ اكس ماينس 3. ده كده الان اوف اكس. طبعا خطوات هنا، طبعا ان اوف اكس ايكوالز ان اوف اكس ايكوالز ان اوف اكس ايكوالز ان اوف اكس ايكوالز. جاي بيقول لي ايه؟ هات لي الان اوف 2. استنى استاذن الدومين، انا مستبعد ال2؟ مش مستبعد ال2. حط الاكس ب2 وطلعها له. 2 بلس 1 ب 3، 3 على نيجاتيف 1، فالاجابه تطلع نيجاتيف 3. عايز يشيل الاكس يحط نيجاتيف 3، ينفع؟ انا مستبعد، فهقول له دي ايه؟ undefined. فاقول له كده ان اوف نيجاتيف 3 equals undefined. طب ان اوف 2 روح هاتها له. اعمل ايه؟ شيل اكس وحط 2، شيل اكس وحط 2، تطلع 3 على نيجاتيف 1 اللي هي نيجاتيف 3. اسكندريه عندنا كم طالب بحبهم قوي من اسكندريه؟ يلا مستر ثبت باي شقلب، بلاش هبل. دي ديفايدد؟ لا سيبها زي ما هي، مسألة عادية خالص مباشر. هات الدومين مستر من فوق وتحت، مش هشقلب، يبقى الدومين عادي كله من تحت. هساوي اللي تحت بزيرو، فالاكس تطلع بزيرو، يبقى الدومين ار اكسبت زيرو. هساوي دي بزيرو، يبقى اكس باور 3 بلس 1 ايكوال 0. بوزيتيف 1 تروح بالنيجاتيف، اكس باور 3 ايكوالز نيجاتيف 1 دي تروح بالكيوبيك روت، يعني الاكس بتاعتي ايكوالز الكيوبيك روت النيجاتيف 1، يعني الاكس بتاعتي ايكوالز مستر بوزيتيف اور نيجاتيف. باور ده لو قد مفيش بوزيتيف اور نيجاتيف. اكس بكام؟ نيجاتيف 1. شكرا، يبقى 0 نيجاتيف 1. يلا بينا بقى اعمل فاكتورايزيشن فوق وفاكتورايزيشن تحت. n of x equals، لما اجي اعمل فاكتورايزيشن فوق الاله تطلع ماس ايرور، سيبها زي ما هي. لما اجي اعمل مفيش فاكتورايزيشن تحت اكس تفضل هنا. تعمل مين فاكتورايزيشن؟ اكس اتكررت، اسحب الباور الصغير. لما تسحب اكس باور 1 كل اكس تخس 1، الاكس باور 2 تبقى اكس بلس. سحبت الاكسايه شخصيا اتبقى مكانها ايه؟ 1 على summation of 2 cubes، براكت صغنطت وبراكت كبير. براكت الصغير اكس كيوب تتفكك اكس، وال1 خد لها كيوبيك روت تبقى 1، البلس تفضل بلس. في البراكت كيب السكوير الاول، سكوير الثاني بالبلس 1 باور 2 اللي هي 1، يعني الاول في الثاني 1 في اكس بعكس الاشاره اللي هي ايه؟ نيجاتيف. شطب اكسايه من هنا تك تطير مع اكسايه من هنا، ما بشطبش سمبوكسه غير في المالتبلاي. ده كله يطير مع ده كله،
والاكس بلس 1 تطير مع الاكس بلس 1، ما تبقاش حاجه، تبقى روح. خلاص خلصنا. اشوفك ان شاء الله في يونت جديده. خلصنا يونت 1 في الالجبرا، خلصنا يونت 2 في الالجبرا، وخلصنا يونت 1 في الجيومتري، خلصنا يونت جيومتري، وحته درس تافه في الالجبرا، درسين كده بيتلموا في حبه صغيرين يعني. ما تقلقش، خلاص بنخلص المنهج يا باشمهندس. اشوفك على خير الحصه الجايه. يلا باي باي.